لو محتاج موقع جديد على نفس الدومين بتاعك فاحنا كده محتاجين نعمل سب دومين. طيب امتى اعرف ان انا محتاج سب دومين؟ في حالة ان انا عايزة اعمل موقع منفصل عن الموقع الاساسي بتاعي وفي نفس الوقت يكون واخد نفس الاسم بتاع الدومين بتاعي، في الحالة دي انا محتاج سب دومين. الحقيقة احتياجات السب دومين كتير وده اللي هنشرحه في الفيديو ده، ازاي تقدر تعمل سب دومين. انا سلوى عبده، ووردبريس ديفلوبر. تابعونا للنهاية وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، ويلا بينا. احنا هنا دخلنا على هوستنجر. المفروض ان احنا هنعمل السب دومين بتاعنا على هوستنجر. اوكي، هنيجي هنا في ويب سايت والمفروض نختار الدومين اللي احنا هنعمل عليه السب دومين بتاعنا. اوكي، هو هنا بيحمل. المفروض هنا ان احنا نختار الدومين اللي احنا هنعمل عليه السب دومين. يعني المفروض السب دومين بتاعنا يبقى مثلا لو احنا عايزينه للبلوج مثلا او هنعمل عليه مدونة، فالمفروض ان احنا نعمل بلوج دوت فايناليتكس دوت كوم. تمام، يعني دي الفكرة بتاعت السب دومين. اوكي، احنا كده دخلنا على الدومين اللي احنا المفروض هنعمل عليه سب دومين. هنيجي هنا في الدومينز، سب دومينز، وهنا بيقول لنا ان احنا المفروض نختار الاسم اللي احنا يعني هنعمل بيه السب دومين بتاعنا. تمام، فاحنا ممكن نعمله بلوج. اوكي، بعد كده هنختار هنا custom folder or subdomain، نعمله هنا بلوج برضو. اوكي، وبعد كده create. كده السب دومين بتاعنا اتعمل. عايزين بقى ننزل عليه ووردبريس. ده كده بقى السب دومين بتاعنا. تمام، او الدومين بتاعنا اللي احنا نقدر نعمل عليه موقع جديد يكون تابع مثلا للموقع الاصلي اللي هو finalytics.com. ده احنا مثلا عايزين نعمل مدونة، فيعني هنبدأ نعمل بلوج دوت finalytics.com اللي هو السب دومين اللي احنا عملناه مثلا. او اي فكرة بقى تاني احنا عايزين نعملها، زي مثلا احنا عايزين نعمل ستور يكون تابع للموقع الاساسي بتاعنا وهكذا ايا كان. تمام، هنشوف بقى ازاي دلوقتي ده كده السب دومين بتاعنا، ازاي بقى هنقدر ننزل عليه ووردبريس عشان يكون عندنا الموقع جاهز نبدأ نشتغل عليه المفروض للموقع اللي احنا محتاجينه. اوكي، هنخرج في الواجهة الرئيسية. تمام، هنيجي هنا في ويب سايت وهنلاقي ان احنا السب دومين بتاعنا اتضاف هنا. اوكي، بس لسه احنا لما نيجي نعمل كده مش هنلاقي عليه ووردبريس ولا الداشبورد ولا اي حاجة ليها علاقة اصلا بالووردبريس. هنلاقي الواجهة دي بالظبط. فاحنا المفروض عايزين يكون في الداشبورد بتاعت ووردبريس، يعني ننزل ووردبريس عليه عشان نبدأ نشتغل الموقع بتاعنا. فهنعمل ايه؟ هنيجي هنا داشبورد، هنيجي هنا دومين، سوري، هنيجي في ويب سايت اوتو انستولر. تمام، select، وهنختار السب دومين بتاعنا. اوكي، next. هنا محتاج باسورد، فاحنا هنستخدم الباسورد ده. ممكن نعمل هنا بلوج مثلا. اوكي، next، install. كده هو بيحمل ووردبريس
على السب دومين بتاعنا. المفروض بعد لما يخلص تحميل نيجي بقى نشوف السب دومين بتاعنا، نسيرش عنه، هنلاقي ان هو ظهر لنا ووردبريس بتاعنا والدبليو بي ادمن والداشبورد وكل حاجة، وهيكون عندنا موقع كامل. المفروض كده ان هو ظهر. اوكي، احنا بس هنجي هنا نشوف الموقع بتاعنا من جوه. هنيجي هنا في ووردبريس ادمن، هنا بيحمل. ده كده الموقع بتاعنا جديد، معليهوش اي حاجة، فاضي خالص، محتاج ان احنا بس نبدأ نشتغل عليه من الاول. اوكي، بس ده كده الموقع بتاعنا، كل حاجة فاضية، محتاجين ان احنا نبدأ نشتغل عليه. سوري، اللينك بتاعه اهو، تمام. فكده احنا عملنا سب دومين. مش محتاج مننا ان احنا لو عايزين نعمل موقع تاني ومش عايزين نجيب دومين وعندنا اوريدي دومين والدومين ده عليه موقع مثلا، فاحنا نقدر ان احنا نعمل سب دومين نعمل عليه كل الموضوع ده، خصوصا بقى لو كانت حاجة مترابطة ببعض. لو انا مثلا شركة وعندي تيم كبير ولازم كل اسم في التيم يكون ليه موقع خاص بيه، لازم كل فرد مثلا يكون ليه موقع كبورتفوليو، فانا اقدر ان انا اعمل لهم سب دومين كل واحد باسمه مثلا، يعني كل شخص بقى باسمه، وبعد كده دوت الشركة دوت كوم. اوكي، مش محتاجين ان احنا نجيب دومين تاني لو عايزين نعمل ستور، لو عايزين نعمل بلوج، والافكار كتير جدا. لو احنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل موقع تاني بس مش عايزين نشتري دومين وعلى نفس الهوست بتاعنا، فدي اسلم وافضل حل. اوكي، بس كده احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.